وده مقارنه بالسنه اللي فاتت لما تم اطلاق 123 عمليه، والسنه اللي قبليها في 2023 تم اطلاق 109 عمليه اطلاق. يجي بعدها الصين ب 64 عمليه اطلاق السنه دي و67 عمليه اطلاق السنه اللي فاتت. لكن كل الاطلاقات دي لا بتتم في مدار واحد ولا على ارتفاع واحد، والاهم ان معظمها مش اقمار مدنيه اصلا. السلطات الصينيه عايزه تكسر حاجز الهيمنه الامريكيه في الفضاء، وبتخطط لاطلاق اكتر من 160 قمر صناعي خلال السنتين الجايين دول، بهدف تشكيل شبكه من 300 قمر. ودي هتبقى خطوه لتحقيق الخطه الحكوميه 2035، واللي هدفها بناء تغطيه عالميه وتشغيل فعال لانظمه البنيه التحتيه الفضائيه للاتصالات والملاحه والاستشعار عن بعد. خلينا ناخد خطوه لورا بس ونسال، ايه اصلا اهميه اطلاق الاقمار الصناعيه في المدار الارضي المنخفض؟ واشمعنى المدار ده بالذات؟ يعني ليه الدول اصلا بتختار المدار ده عشان تطلق فيه اقمارها الصناعيه؟ في مقدمه كتاب استروبوليتيك الجغرافيا السياسيه الكلاسيكيه في عصر الفضاء، بيقول الدكتور ايفر دولمان ان المدار الارضي المنخفض